السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة هنتكلم عن ماتش الزمالك وشباب بلوزداد، وهنتكلم عن الأهلي وكلام قبل ماتش سموحة والتشكيلة اللي عايزين الأهلي يلعب بيها، وكلام يعني عن النادي الأهلي والزمالك. الزمالك الأول النهاردة بيفوز على شباب بلوزداد 1-0 في الجزائر، نتيجة تريحه هنا. والله كنت عايز أطلع أحفل، بس يعني اللعيبة في سلكان ما بينهم وبين بعضها، يعني في سلكان كده بين اللعيبة وبين بعضها. شوف النهارده الجون، شوف اسيست المرزق اللي احنا بنقول عليه مرزق ناصر منسي، شوف الاسيست بتاع النهارده، عملها بالكعب البزيره، حطها بروقان في الجون بين كوبري الحارس. لا فانت تشوف اللعيبه، لا بيلعبوا بروح، بيلعبوا بحميه. شفت النهارده حتى قتاليه بعد ما جابوا الجون دفع، ما شطوش النهارده الا كورتين على الجون، كره الجون وكره تانية. شباب بوليسداد برضو ما شطوش الا ثلاث كور على الجون. يعني انت متخيل، يعني التسديدات كانت 13-4، لكن على الجون 3-2 لشباب بوليسداد. فشباب بوليسداد يعتبر يعني ما خلقش اي خطوره تذكر غير ثلاث كور بس اللي كانوا خطوره على مرمى الزمالك، واحده في اتنين في العرض، وواحده تانية التشال. فده اللي عمله شباب بوليسداد والزمالك، انتصار، فوز يخليهم بص يجوا القاهره هنا بقى مرتاحين. 1-0 بقى، 2-0 براحتهم، يعني مسجلين جون هناك، يلعبوا هنا براحتهم. فالدنيا بالنسبه لهم رايقه، الدنيا معاهم حلو، الحظ ماشي معاهم واللعيبه سالكه منها ومن بعضها. لا في روح، في حاجه مختلفه عكس النادي الاهلي بقى. كمان نادي الزمالك بيديك درس، بيقول لك شوف المدرب المصري، شوف معتمد جمال لما جابوا في اول موسم في فيريرا البلجيكي، فشل معاهم فشل ذريع. يعني الناس كلها بقت تشتم في جون ادوارد، ده المشروع فشل. جه معتمد جمال، تحيا جون ادوارد وجون ادوارد وجون ادوارد. فشوف قيمه المدرب المصري. امتى بقى هيبقى عندنا الفكر ان احنا عايز مدرب مصري في الاوقات اللي زي دي؟ ده وقت مدرب مصري مش مدرب اجنبي، ده وقته. وقت المدربين المصريين هو الوقت دلوقتي. فإن عندك علي ماهر اهلاوي، عندك حسام البدري، والله اعلم بقى انت هتجيب مين اجنبي مصري، المهم انك تجيب واحد حلو وما تجربش، عايزين مدرب حلو. الاهلي بعد ماتش بعد ماتش السيراميكا والغلط التحكيمي اللي حصل والفجر التحكيمي بمعنى اصح يعني من محمود وفا، الاهلي اشتكاه، وقام جاي الشناوي موقوف 4 ماتشات، وغرامه ووقفوا وليد صلاح الدين، وقفوا بيتحدوك راس براس، يعني راس براس، انت متخيل؟ برضه شفت ناصر منسي النهارده، ده برضه رجعني الموقف كده، رجعني الموقف لما ناصر منسي ما كانش هيتسجل مع الزمالك ومرتضى منصور اقتحم من اتحاد الكوره، ولو ما تسجلش هتبقى كارثه وتسجل. فانت شوف حق ده وحق ده. احنا بنكتفي بالبيانات بس، بالبيانات بس، وايه بيعندوا معاك، يعني عناد بعناد، انت داخل عند انا هدخل عند. فشوف قوه الاداره وصلت لفين. ما عدناش عارفين نجيب حقنا، ما عدناش عارفين نجيب حقنا في كل حاجه. فالاداره ضيعت حقنا بطريقه غريبه. يعني الشكوى مش شايف لها اي لازمه، البيان ده لازم فعل على ارض الواقع، لازم اتخاذ قرار حاسم. المفروض بعد ما اشوف بيان الاهلي من قوته، المفروض بقى اشوف محمود وافق اصلا بيتعزل خالص عن التحكيم. لا ما شفتش كده، لا ده انا شفتهم بيدعموه، شفتهم بيقولوا قراره صح، شفتهم بيوقفوا لعيبتك. بغض النظر عن اللي حصل في ارض الملعب، الحكم شتم تريزيجيه وشتم الشناوي وزقهم، قام جاي الشناوي ضربه، والكلام اللي كلنا شفناه ده. الحكم ده جريمه، الحكم يخطئ. الاتحاد الدولي فيفا في كاس العالم وقف عيسى سي ونادال، عيسى سي اللي ظلمه في ماتش الترجي ونادال، برضه ظلمونا يعني اللي بيظلمونا. ريحه الفساد فاحت في الفيفا، ريحه الفساد فاحت في الدنيا كلها، كله عرف، كله شايف الفساد اللي بيحصل. خبراء تحكيم اجانب وكله اتكلم عن الخطا بتاع الاهلي ده. كلاتنبرخ ولا ما اعرفش اسمه ايه اللي متعين في اتحاد الكره بتاع التحكيم ده، ما طلعش يوصف الحاله ليه؟ يابا زمايله هيقولوا عليه ايه؟ كله اتكلم وقال ان ده ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس. فضربه جزاء، ضربه جزاء، دخلوا معاك في عند بقى، ما انتش مسيطر. حقوق الاهلي فين ما تعرفش. فرصنا في الدوري بقى، انت داخل الدوري، الزمالك مركز اول 46 نقطه، 21 ماتش، بيراميدز 20 ماتش ويسبق الاهلي مع 43 نقطه، الاهلي 21 ماتش ب 41 نقطه، بيراميدز لعب وكسب يعني بقى 46 نقطه. هيقع الزمالك وبيراميدز، هيقع وواحد فيهم هيطلع بره المنافسه، ده بشرط انك تكسب كل ماتشاتك عشان ما تطلعش بره المنافسه. يبقى لك 5 ماتشات فوز قدام الزمالك وبيراميدز تكسب، هم يتعادلوا مع بعض وانت تكسبهم، انت خلاص كسبت الدوري. حتى لو كسبوا كل ماتشاتهم وانت كسبتهم كسبت الدوري، بشرط انك تكسب بيراميدز ازيد من اثنين. هو ده الشرط الوحيد، تكسب بيراميدز فرق هدفين عشان المواجهات المباشره كسبوك في الذهاب 2-0،
فانت تكسبهم اكتر من هدفين وهو الزمالك يتعادل وهيقع، يعني حتى لو تعادلوا هيقعوا تاني، لسه عندهم ماتشات صعبه، سيراميكا هتوقع، هيقعوا لسه، يعني الدوري لسه طويل ولسه بعيد اللي احنا نحكم ونقول الدوري ده خلاص. داخلين بكره ماتش سموحه، اعتقد ان ده اجواء تخلي اللعيبه تنزل بكره تطلع اقصى ما لديها. اعتقد ان ديت نقعد تريزيجيه يقعد، امام عاشور يقعد، مروان عثمان يقعد، الو ديانج يقعد. انا هقول لك التشكيله المثاليه. احنا المفروض شوبير طبعا الشناوي موقوف، هتقول تقول لي شوبير غلط. اتفرج على ماتش ودي مع ريبيرو، الملعب التونسي لما كنا بنلعبهم ماتشات وديه هناك، كسبنا بتاع 4-5، كسبنا نتيجه كبيره يعني، ودخل فينا جول. اتفرج بقى على الجول اللي دخل فينا والشناوي كان واقف، اتفرج الجول شكله عامل ازاي، بس مش هقول لك الله خش اتفرج على الجول، اكتب ماتش الاهلي والملعب التونسي، شوف الجول اللي دخل في الشناوي ساعتها، عشان بس اللي يقعد يقول لك ده لو الشناوي كان صدها ولو كفايه يا جدعان، لسه صغير والروتيشن يعني انت اصلا موضوع الروتيشن ده نزل لك مستوى الحارسين، حط على الاثنين ضغط، ثبت واحد والعب بيه، ثبت شوبير خلاص لاخر الموسم، حتى لو الشناوي كان موجود لا شوبير لاخر الموسم. فانت عندك تشكيله شوبير لازم هو طبعا اللي يبقى يصد، بالعمري لا خلاف عليه، والخلي بالك الفرقه مش خدماه والخطه مش خدماه والمدرب خانقهم بطريقه فظيعه، كفايه ستتين في الدفاع، كفايه والله. بالعمري ياسين مرعي عمل ماتش كويس الماتش اللي فات، هادي رياض، هادي رياض، هادي رياض، ياسر ابراهيم 34 سنه مش هنتنى نلعب بيه كل ماتش يعني، بيغلط يقعد، اللي يغلط يقعد، اللي مستواه وحش يقعد. محمد هاني مستواه بالسالب يقعد، نلعب باحمد عيد يبقى خط الدفاع بالعمري ياسين مرعي هادي رياض احمد عيد، في نص الملعب مروان عطيه بس لوحده ستة يا جدع، اليو ديانج ما بيعرفش يباصي، ريح فينيسيا يا عم على عيني وعلى راسي، بس في كل فيديوهاتي بقول لك ده ما بيعرفش يباصي، فهو ما بيعرفش يباصي يقعد. مروان عطيه اللي يلعب في نص الملعب، جنبه مين بقى؟ بن رمضان وزيزو، تستغربش بن رمضان وزيزو، انت تدخل بستة واحدة قدام سموحة وبن رمضان وزيزو، روح شوف ماتش بورتو اللي هو يعتبر امتع ماتش للاهلي، بنلعب بورتو البرتغالي، بورتو فريق في كاس عالم الانديه، بنلعبه بستة واحدة، بستة واحدة، بمروان عطيه، بس ما كانش مروان عطيه كان عندي فتحي ونزل مكانه اليو ديانج، اننا بنلعب باثنين نص ملعب هجومي زيزو وبن رمضان، وجرب الثنائيه دي. انت جربت بن رمضان وامام عاشور، جربت امام عاشور واليو ديانج، جربت امام عاشور لوحده، جربت زيزو وامام عاشور، جرب بن رمضان بقى وزيزو. بن رمضان نزل الماتش اللي فات كان باين انه عنده حاجه يعملها، كان باين انه عنده حاجه يعملها، فانت جرب بن رمضان وزيزو الاثنين جنب بعض، والعب في الهجوم، شيل تريزيجيه خالص، اناني بطريقه فظيعه، ولازم يتعلم يعني يبطل انانيه شويه، يلعب جماعي، لاعب اشرف بن شرقي بقى، يعني مع اني ما بحبش مستوى اشرف بن شرقي لكن انت لا لعب، ليه؟ لان تريزيجيه كان وحش. هتقول لي ما زيزو كان وحش، زيزو يا جماعه، وده على فكره مش اللي هو دفاع عن زيزو ولا كده ولا كده، لا، زيزو اكتر لاعب عليه ضغط في العالم، يعني من اكتر اللعيبه اللي عليها ضغط في العالم، كل يوم الاعلام زيزو بياخد 100 مليون، زيزو ولا بيزر اللي احسن، ده بيزر بيرقص وزيزو ما بيعرفش يرقص، ده زيزو مش عارف ايه، ده جاي له عرض منين، ده منين. زيزو راجل باين عليه من شغله هو محترف، لاعب بروفيشنال، لاعب اللي هو ايه، مش زي امام عاشور، مش بتاع خروجات، مش بتاع تهرب، مش بتاع الكلام ده، لا لاعب جاي يشتغل، جاي يفيد النادي. فانت العب بزيزو بالرمضان، وحتى جرب الثنائيه دي، يعني جرب زيزو بالرمضان وحسين الشحات جناح، طبعا حسين الشحات في مكانه الطبيعي اللي هيأدي احسن من زيزو، مش هتلاعب زيزو في نص الملعب حط امام عاشور وبالرمضان لكن ما تلعبش بستتين، فانا عدي في الجناح عايز اشوف حسين الشحات واشرف بن شرقي، وفي الهجوم بقى احمد زي سيد احمد، يعني ما هتحط مروان، ناس تقول حط محمد شريف، لا الاثنين زي بعض والله، يعني لو لعب محمد شريف اساسا هتتفرج على مستوى محمد شريف، فانا بالنسبه لي الاثنين زي بعض، مروان عثمان او محمد شريف اي حد يلعب فيه. وبمناسبه مشكله راس الحربه ديت، عندنا لاعب اسمه صامويل ايبونج، صامويل اوبونج، يا عم اسمه صامويل اهوت، يا عم اجنبي اهو من اللي انت بتحبه، يا عم اسمه صامويل، اسمه صامويل اجنبي اهو، 20 سنه، هيلعب امتى ده؟ هنشوفه امتى في الفريق الاول، بيلعب مع فريق مواليد 2005، 20 سنه، لعب الموسم ده 1700 دقيقة، هو لعب حاجة 20 ماتش بس، 1700 دقيقة دي بمعدل 18 ماتش، عمل ايه في ال 18 ماتش او في ال 1700 دقيقة؟ 14 جول وخمس اسيستات، اعلى من الثلاث مهاجمين اللي عندك يا راجل، يا راجل هيلعب امتى ابو 20 سنة ده؟ جايبينه نركنه يعني جايبينه نجهزه عندنا ونستثمر فيه يعني ولا ايه؟ جايبينه هنعمل بيه ايه؟ فيها ايه لو ده طلع فريق اول؟ على الاقل اللعيبه تتكسف من العيال اللي عايزه تثبت نفسها، العيال الصغيره دي
طلع عمر سيد معوض، طلع عيال صغيره، اللعيبه الكبيره تتكسف منها في التدريب، لعيبه عايز تثبت نفسها، هياكلوا لك النجيل، هيلعبوا بروح اكتر من الروح اللي بنشوفها، هيلعبوا بدم اكتر من دم اللعيبه اللي بنشوفها. فطلع الناشئين. قرارات اللي في ايدك دلوقتي انت كجهاز فني، انت صروب مكمل وفوق دماغنا، قاعد فوق دماغنا. طلع ناشئين يا عم، طلع له انت ناشئين. كابتن وليد سليمان اللي فكرنا ناشئين، طلع له صامويل اوبونج ده، وطلع له عمر سيد معوض، طلع له لعيبه تلعب معاه، طلع له باك يمين، الاسيوط اتصاب اكيد في غيره، طلع له باك يمين. محمد هاني خلاص هو مش هيخلل في المكان يعني محمد هاني خلاص كفايه عليه، يعني مش كفايه عليه، يقعد احتياطي شويه. مستواه طلع في اول موسم، لعب 3 ماتشات حلوين، بعد كده نازل، ما شفتش منه ماتش عدل. انت قاعد محمد هاني، لو كان في باك شمال محترم مكان بالعمري كنت اقول لك قاعد بالعمري. فانت قاعد اللعيبه دي، جرب جرب تطلع الناشئين، جرب تلعب، جرب تغير في التشكيله، مش كل مره زيزو تريزيجيه مروان عثمان، زيزو تريزيجيه، غير بقى، غير بقى، عايزين المكسب بكره. توقع ماتش الاهلي وسموحه بكره. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، سلام عليكم.